ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طلب مني كتير جدا ان انا اعمل فيديو عن ايه هي الحاجات اللي انا بستعملها في اعاده التدوير، وازاي بحصل عليها، وازاي بفكر فيها ان دي تنفع تتعمل كده او دي تنفع تتعمل كده. ناس كتير يقول لي لا صعب، التكلفه غاليه، الاجهزه الحاجات دي غاليه، نجيبها منين وكده اهوت. النهارده باذن الله هحاول اعمل لكم سلسله من الفيديوهات ورا بعض باذن الله، اشرح لكم فيها ازاي تحولوا الحاجات لحاجات مفيده بالنسبه لفن المصغرات. يعني لو خصوصا بتعملوا مصغرات اكل، ازاي تقدروا تلاقوا الاطباق، ازاي تقدروا تلاقوا الحلل، ازاي تقدروا تلاقوا الكوبايات والصواني والحاجات دي كلها من حاجات بنرميها في البيت. لما تيجوا تمشوا في الماركت وكده هوت، لازم بتشتروا حاجه قبل ما ترموها بصوا فيها كده كويس، شوفوها ممكن يتعمل منها ايه. ينفع يتعمل منها حله، يتعمل منها صاروخ يتعمل منها اي حاجه. فالفن ده ممتع جدا وجميل جدا. يلا مش هنطول، يلا معايا اوريكم بقى ايه الحاجات اللي انا بستعملها وبعملها. يلا معايا. مثلا دلوقتي لو احنا بنعمل مصغرات اكل وعاوزين اطباق نحط فيها، لو مش تقدروا تعملوها الاطباق، طيب احنا عندنا مثلا هنا اوريكم مثلا العلب الزبادي. بصوا علب الزبادي دي انا بجيبها، اوكي، لقيت ان الجزء التحتاني ده بصوا عامل ازاي. لو قصيناه كده ادانا صينيه او طبق نقدر نحط فيه الاكل، شايفين عامل ازاي. طيب اجمعهم واحطهم، بصوا اهي جمعتهم اهم وحطيت منهم كتير ادي. شايفين الجزء ده بصوا عامل ازاي. لو قطعت كده اهوت ادي طبق بلاستيك، طبق جميل جدا نقدر نحط فيه الاكل. والعلب ديت اللي بيبقى فيه منها اسود وفي منها ابيض، عاوزين تلونوه احسن حاجه نلون بيها هو الايه الاكريليك، المانيكير الاكريليك، لانه بيدي لمعه وبيدي لون ثابت. طيب عاوزين مثلا بصوا مثلا علبه الزبادي دي المراعي مثلا، اوكي، من هنا شكلها يعني انا لما قطعت الحته دي اوكي، هنا اداني الصينيه مثلا اللي بنعمل فيها الكريم كراميل، اللي هي بتبقى الكيكه المفتوحه من النص دي، اوكي، فما برميهم مش بجمعهم. السبراي بتاع الحلاقه اهو، شايفين الحته دي تنفع ايه؟ قولوا. طبعا انا بقطعها ممكن بمقص، اوكي، او بقطعها اسمه ايه ده، الاله اللي بتقطع المعدن، اوكي. ادي طبق فول اهو حلو، معدن كمان. يعني كل ما يبقى الحاجه معموله بالخامه بتاعتها كل ما تبقى احلى اهي. خلاص، لو قلبناها كده وشلنا الحته دي وفضينا اللي في النص ده وخدنا الجزء ده كده، ادي بقت عندنا ممكن تبقى حله، اوكي. الغطا برضو يبقى حله مش هنرميه، نقطع جزء كده وتبقى ارتفاعها كده ونحط لها ايدتين هنا وتبقى حله. مش هرمي حاجه انا. طيب نيجي بقى مثلا للعلب دي اللي بنشتري منها زبادي في المحلات، اوكي. انا بجمعهم ليه؟ لان الحته دي شايفين الحته دي تنفع تتعمل كويس جدا طبق سلطه، او نحط اتنين قدام بعض فوق بعض كده، نقدر نحط فيها كيكه، علبه كيك. الجزء ده ما برميهوش لان انا بستعمله في ان انا ايه بضغط عليه، بس اسخنه واضغط عليه واقدر اعمل فورمينج حاجات منه، اوكي. فالبتاعه دي كلها مفيده، حتى البتوع الصغيرين دول، شايفين البتوع الصغيرين دول، لو هعمل مينيتشر حاجه صغيره مقاس صغير قوي بحط فيهم الصلصه والصوص والحاجات دي كلها، اوكي. طيب في ايه تاني ممكن يعمل؟ السوفت درينكس المعدن بتاعها الى جانب ان احنا بنستعمله، بنفرده ونستعمله. الحته دي شايفين اهي تتعمل يا اما طبق يا اما مقله نحط لها ايد من هنا تبقى مقله، يا اما ووك اللي هي بتاعت التشاينيز فود. فالحجم الكبير والحجم الصغير، احنا قلنا طبعا الحجم الصغير ده هي فين استعملناها كطبق فول، اوكي. وديت ك مقله ممكن نحط ايدتين او ايد واحده، ده مش مشكله، بس معدن برضو تدي شكل حلو. طيب ناخد ايه تاني؟
عندنا مثلا ايه تاني، دول مثلا دي بتاعت الستار. اوكي اهي، شايفين؟ تتعمل كده ويتحط هنا فيها زرع، تتحط على ترابيزه مثلا لو هنعمل مثلا آم، او 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 يتحط عليها رمل، اوكي، وتتعمل سبراي اسود وفضي، فتبان ان هي محببه كده كانها ايه، معموله من الحجر، ويتحط فيها زرع. الجزء ده لو عملناه كده وهو مفتوح، ادي طبق بنحط فيه. اوكي، ايه تاني عندي هنا؟ البيض، كرتونه البيض، في منها بيبقى كرتون وفي منها بيبقى بلاستيك. دي الجزء ده انا قطعته، شايفين؟ طبعا هقطعه كويس انا، وادي اتعمل اهو كده قالب للكريم كراميل. مش عاجبنا اللون هنديله سبراي اي لون احنا عاوزينه. لو عملنا له سبراي فضي بقى ايه، قالب كريم كراميل ما شاء الله عليه. شايفين الفكره؟ قوالب كتير اهي. طيب ايه تاني؟ آه دي علبه زي دي بالغطا بتاعها. طبعا انا لما قلبتها من هنا خدت الجزء ده. طبعا انتوا بالنسبه لكم انتوا شوفوا ايه اللي عندكم في السوق او ايه اللي عندكم في البلد اللي عندكم، حاجات تنفع تتعمل كده. فدايما تبقوا بتبصوا يعني تبصوا بتركيز جدا ان دي اقدر اعمل منها اطباق، دي اقدر اعمل منها صواني، دي اقدر اعمل منها الى جانب اضافات تانية عليها، بس الاساس ان احنا نجيب الشكل الاساسي. اوكي، اهي العلبه دي مثلا، واحده التانية ده من تحت كده، فانا هعملها ترابيزه احط لها رجلين، وتبقى ترابيزه زي اللي بتبقى الترابيزه البلاستيك اللي في النوادي. اوكي، دول فيتامين سي، برضو نفس الحكايه. لو قطعنا كده الجزء التحتاني ده وحطينا لها ايد، تتعمل حله صغيره. طبعا بعد كده نديها سبراي اسود او سبراي فضي، او فضي من جوه واحمر من بره، اللي هي الحلل بتاعت اللي بنقلي فيها، اللي بنسلق فيها البيض. اوكي، العلب البلاستيك دي ما تترميش، ليها فايده جامده جدا. ممكن ايه كمان؟ ممكن ايه برضو بتاعت الفوم الكبيره دي، حجم تاني مختلف عن الحجمين اللي احنا قلنا عليهم. بصوا الفرق في الحجم، فنقدر نعمل منها اطباق او صواني بقى كبيره لو هتعملوا مثلا عربيه فول وكده، فدي اللي بيقلوا فيها الطعميه. طبعا الغطيان البلاستيك دي حلوه جدا في فن اعاده التدوير، ان انا بسيحها وبعمل فورمينج منها، اعمل منها كوبايات الصغيره، اعمل منها وببلاش لانها بتترمي اهي. بلاستيك ده نعمل حسابنا واحنا بنشوف البلاستيك يكون بلاستيك من النوع الفلكسبل. اوكي، عشان لما يتمدد بالحراره، عشان لما اجي افرده على اي شكل بعمله ينزل ويغطي الشكل، مش يتكسر ويتقطع يعني. ففي فرق ما بين البلاستيك. انتوا بالتجربه شوفوا اني واحد اللي هو مشي معاكم كويس وجمعوه، هو ده اللي تستعملوه كل مره. عندي ايه تاني؟ ده الالومنيوم ده بستعمله في عمل الاطباق اللي هي، او اللي هو بعمل بيها كنتاكي او ماكدونالد او اللي هو الابراك والحاجات المطاعم دي. لما تتعمل من نفس الحاجه بتبقى احسن. هوريكم بقى دلوقتي، هاخدكم في دوره صغيره كده اوريكم انا بجمع ايه وايه اللي ممكن يتعمل منه. خلاص، خليكم معايا. اوكي، لو قلنا مثلا فتحنا الدرج الاولاني ده هنلاقي فيه ايه؟ بصوا ايه الحاجات دي؟ دي بتاعت القطره، اوكي، بتاعت العينين. تنفع تتعمل ايه؟ تنفع تتعمل الجزء الفوقاني ده بنعمل بيه حاجات. لو قطعناها كده، مش عارفه اقول لكم ايه دلوقتي، بس هيتعمل بيها حاجه متاكده 100% يعني. دي الازايز بتاعه النبلايزر اللي هي بيبقى فيها السلاين الملح بتاع البخاخ اهي. يعمل بيها ايه؟ يتحط فيها كوكاكولا او يتحط 7 اب ونحط عليها ستيكر، فتبقى ايه، ازايز اللي هي البلاستيك بتاعه السوفت درينكس. اوكي، مثلا في منها حجم صغير اهو، شايفينه مربع ازاي؟ دي تتعمل ان هي بتبقى بتاعت العصير. ايه تاني؟ احاول اشوف كده حاجات تانية. دي عجبتني جدا، دي قطرة بتاعت ماما.
الجزء التحتاني ده يتعمل مثلا ايه، حل برطمان او يتحط فيه اي حاجه. شايفين الجزء التحتاني ده؟ طبعا بعد ما ان احنا نغير لونه ونعمله اعاده تدوير. طيب ايه تاني الحاجات اللي عندنا؟ عندي مثلا هنا صواني مثلا، لا غير الصواني، علب البلاستيك مثلا اللي بجمعها دي، معالق بلاستيك، هقطع من هنا او اعملها رفيعه وبقت ايه، مقله ووك. اوكي. آه كل الغطيان اللي هي بالشكل ده مضلعه كده دي تعمل صواني، تعمل لونها اسود او لونها احمر، تبقى صينيه حلوه. دي بصوا، دي اللي هي بتاعت الفيوز بتاعت اللمبه. خلاص، لما تبوظ بنشيل الجزء ده، فبيبقى عندنا كده ده اهو. طبعا انا هنا بالتنر بشيل اللون ده فبيبقى شفاف، ونعمل له بقى ايه، حرف من قدام كده. اوكي، وايد، وبقى ايه، جاج بتاع ميه. اوكي. ايه تاني؟ ادي بتاعت السبراي اللي قلت لكم عليها، بتاعت السبراي اهي. فتحتها من هنا، نقفلها كده ونعمل ايه، حل. مش طبعا الحاجات دي تتشال من فوق. في عندنا ايه تاني؟ دي بتاعت الميك اب، هي مرايه، ممكن قوي تشيل المرايه. اوكي، وتبقى صينيه تحط فيها الاكل او اي حاجه. نيجي بعد كده حاجات تانية نشوف نعمل بيها ايه. عندنا دول اللي هم البلاستيك، اللي هم بيلزقوا كده على التلاجة او كده، حجم صغير وحجم كبير. خلاص، تبقى غطا كويس جدا ترانسبيرنت لاي حله. وطبعا بعد ما نقطع جزء من الحته اللي فوق دي عشان ما تبقاش كبيره. اوكي. يلا ايه تاني؟ في ايه؟ نيجي عندنا ايه تاني هنا؟ ده اللي هو بتاع النيوتيلا شوكليت. بصوا هنعمل بيهم ايه اهي، نحطهم اتنين كده فوق بعض، ومن هنا طبعا هنوضب بالطريقه بتاعتها، بطريقه عندي فيديو في القناه على فكره ببين لكم ازاي عملتها. بتعمل بيها ايه، الشوايه اللي هي بنشوي بيها الفراخ او الدجاج او الحاجات دي. شايفين؟ ادي ده من علبه البلاستيك دي. طبعا في طريقه انا عامله فيديو بيوري ازاي نحولها من كده لكده. خلاص. دي اللي هي بتبقى موجوده في الحوض، اللي هي بتسلك، مش يعني عشان ما تفوتش الحاجه. طيب نعمل بيها ايه؟ احنا لو قطعنا الجزء ده المدور ده، شايفين الجزء المدور ده، هيتعمل سبت اللي يتحط فيه الخبز. اوكي. ايه كمان؟ دول بتوع الصوص، اوبس، اللي هي بيبقى فيها كاتشب وفيها حاجات زي كده اهي. تتعمل لو انا هعمل مثلا بوفيه وهحط فيه اكلات جنب بعضها، اقدر احط ده كده جنب بعضه فيديني ايه اللي هو البوفيه. وفي نفس الوقت عندي مثلا دي اهي، دي بتاعت الايلا اسمه ايه دوت، البودره بتاعت الوش. شايفين اهي؟ يتعمل منها صينيتين كويسين جدا. لو جينا بصينا لدي، دول اللي هم بتبقى محطوطه كده فيها لعب اطفال، بيبقى فيها لعب اطفال في النوادي في المطاعم وكده اهوت، بيبقى فيها جايزه تحطي كوين ويطلع لكم الدايره دي. طبعا دي لو عندي طبق واحط دي من فوقيه وتحتيها كيكه، فيبقى ايه يعني، طبق بغطاء للكيكه. في عندنا الشوكليت اللي هي بالطريقه دي، عارفينها؟ اوكي، ناخد ده ويتعمل طبق حلو فضي ذهبي. عندي العلبه دي، ايه العلبه دي اهي، بيبقى فيها خاتم او فيها حاجه. طبعا انا لو خدت الجزء ده بقى طبق كريستال للسلطه، طبقين كريستال اهو للسلطه. شايفين؟ طبعا الناس تاخد الخاتم وبترمي العلبه. دي بتبقى دي بتاعت الشمع، انا عامله فيديو برضو اخراني اللي هو بتاع الترايفل. هنا كان في شمعه بس بدل ما يبقى معدن هم عاملينه بلاستيك فحلو، فتنفع طبق تحطوا فيه مثلا كيك او حاجه تبان من الحروف من الناحيه دي.
اوكي. طيب في ايه تاني عندنا؟ دول بتوع الادويه اللي بيبقى فيها الدواء، برضو تنفع تتعمل مثلا لسلطه، او تتعمل طبق تقديم، او تتعمل حله لما تدهنوها ذهبي او اسود او اي فضي او اسود او اي حاجه تبقى حله. هنا ايدين وكده اهوت، فدي تنفع تتعمل حلل اهي. شايفين اللي قلت لكم عليها اهي؟ دي اهي، شوفوا بقت عامله ازاي اهي. ثبت، بلاستيك ثبت، يتحط فيه عيش او يتحط فيه وات ايفر اللي احنا عاوزينه. اوكي. طيب دي بقى ازازه بلاستيك كان بيبقى فيها ايه؟ كاتشب. تستفيد منها حاجتين. الجزء الفوقاني ده كانه مثلا ايه؟ برطمان بغطا. اوكي اهي. طبعا هنفتح هنا في النص كانه برطمان بغطا، طبعا يتلون اي لون او اي الحاجات اللي احنا حاطين نحطهم في المطبخ مثلا. ونيجي للجزء التحتاني ده، لو عملناه بالشكل ده كده وقطعناه مظبوط، ادي بقى عندنا الطبق كريستال حلو قوي للفروت سلطات او لسلطه عاديه، او يعني اللي احنا عاوزينه يعني. شايفين؟ او تتحط على ترابيزه في النيش مثلا، انا حاجه كده. شايفين شكلها حلو ازاي اهي؟ وهي ازاز بتترمي بتاعت هوت صوص. خلاص. طيب طبعا ما اقول لكمش على الحاجات دي اللي بتبقى في الايفونز والحاجات دي كلها. شايفين النوعيه بتاعتها حلوه. سوري واخده دور برد معلش. فتنفع تتعمل اهي، تنفع تتعمل حوض اوكي في المطبخ مثلا، او حمام او حاجه كده يعني، ما ترميش برضه. ايه بعدها عندنا تاني؟ طبعا برضو نفس الغطيان اللي بالشكل ده، المضلعه دي برضو تنفع تتعمل اطباق اهي. شايفين اللي قلت لكم عليها اهو؟ الطبق اهو الكريستال. عندنا ايه تاني؟ عندنا الغطيان دي يا جماعه، اللي هي بتبقى دي، بتبقى دايما في السبراي، او بتبقى في المجموعه دي اللي هي بتبقى مثلا بودي سبراي، بيبقى عندها واحد شفاف. ده كويس جدا، ما ترموهوش. نعمل بيه ايه؟ باجي عند الحته دي واسخنها شويه واعمل كده ايه اوكي، واركب له ايد، وبقى عندي الايه؟ جج. اشكال كتيره اهي. شايفين بقى؟ شايفين عمل ازاي؟ تسخنه فاقدر اتحكم في الشكل ده، فاقدر اعمل بيه اهو. دول الغطيان دي ما تترميش. الغطيان المعدن دي تترميش برضو، لان المعدن ده انا بسب من هنا بخليها تبقى مستويه اوكي. وادي عندنا طاسه معدن نحاس اصلي اوكي اهي. طبعا السيفن اب والبيبسي اهي قبل ما تتقطع، طبعا ده كله هيتشال، وتبقى عندنا ايه؟ الايد دي. عندنا بتاع الشوينجام الادويه. شايفين المستطيل ده بيبقى فيها البان تشيك ليست ولا مش عارفه ايه؟ تديها فضي كده. ولو هعمل مثلا سلطه بار مثلا، يبقى يتحط فيها سلطه او يتحط فيها ايس كريم. واخدين بالكم؟ فتبقى بالشكل ده. وبالتالي المدوره كمان، المدوره الحته المدوره دي، شايفين دي تنفع تتعمل غطا لمثلا كوبايه قهوه او ستاربكس او الحاجات دي. في تاني علب زبادي دانو تقريبا اوكي. شايفين دي بتاعت الادويه دي؟ الشكل بتاعها تحط فيها ساندويتش ويتغلف ويتحط ستيكر هنا السعر. شايفين؟ ادي الدانو الشوكليت، بيبقى الوانهم جميله جدا اهي. فاجي في الاخر انا اروح قاطعه الحته دي واسويها، وهيبقى عندي طبق. طبعا ده مش متساوي لسه، طبق اقدر احط فيه الحاجات. حبيت احط له ايدتين هحط له، بس كده كده بيبقى الشكل بتاعه كده. خدتوا بالكم انتوا من كده كده؟ طيب ايه تاني؟ شايفين الغطيان دي والوانها الجميله والتقسيمات اللي فيها دي؟ تنفع تتعمل صواني. نروح لايه تاني؟ يعني انا بقول لكم الحاجات اللي انا ايه بجمعها. مثلا بصوا بتاعت
بالجبنه دي. شايفين الحلاوه بتاعتها؟ لا دي لو اتعملت لونها احمر او اسود من بره ومن جوه فضي اهي، وتعمل لها هنا ايد شويه، بقت اهي الايه على الفرن المشوي بتاعت الشوي. دي الكبسوله بتاعت القهوه بتاعت المكنه، مش كل الناس عندها، بس لو لقيتيها انا بعمل ايه بقى؟ بعملها كده واخد منها واعملها حله الحله المصري الالومنيوم، واروح واخده الحته اللي فوق دي وتتعمل غطا، احط لها بقى هنا حاجه وتبقى غطا، فتترميش. عندنا في البيت ثروات يا جماعه، بس نفكر وازاي نطلع منها حاجه وازاي تتعمل، فبتبقى آه اوكي. نيجي ايه تاني؟ عندي ايه تاني؟ عندي ايه تاني؟ طبعا شايفين؟ 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 دي كلها ازايز بتاعت ايه؟ تطعيمات بتاعت القطط عندي. طبعا الازايز دي شايفين اهي، استعملها بنحط فيها مثلا برطمانات او يعني اي حاجه بالازاز بنستعملها. وعندنا دول برضو اوكي، اقطع الحته اللي فوق دي وبتعمل بقت ازازه زيت ايه بعد ما اتقطعت. طبعا اسويها هنا بالصنفره اوكي، وبقت ايه ازازه زيت. وطبعا الجزء التحتاني ده برضو مش هنرميه، هيتعمل كوبايه. مفيش يعني مفيش حاجه بتترمي عندنا خالص اوكي. ايه تاني؟ باخد انا بقى اللعب بتاعت الاولاد. عندي بنتي المثال الصغيره مثلا عندها الحكايه دي، فباخدها واعمل بيها ايه؟ اقطعها مثلا من هنا الجزء الفوقاني ده يتحط مثلا يتعمل بوله، يتعمل بيه اي حاجه. ده كده هو تحط عليه صينيه من فوق. هنلاقي له عوزه يعني، ما تقلقوش. آه ايه تاني؟ دول طبعا تعمل بيهم حوض او اطباق وكده. هو النهارده نقدر نقول ان احنا ايه غطينا موضوع الاطباق، الاطباق والحلل اوكي. بالنسبه للفن المصغرات، لو هنعمل مصغرات اكل، اطباق والحلل. و نعمل حلقه تانية نغطي فيها الكوبايات والازايز والمعالق والشوك والحاجات دي كلها. لو عجبكم دوت وانتوا عاوزين اعمل واحد تاني عادة ايه اللي بنستعمله في اعاده التدوير، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وان شاء الله نعمل واحد تاني اوكي. يا ريت اللي فكر في حاجه او شاف حاجه وعرف يطلع منها طبق او معلقه او whatever اي حاجه، قولوا لي ووروني نتبادل الافكار مع بعض. باي. If you really like the video, please like, share, subscribe and turn the notification bell. Hope to see you in my next video. Bye bye.